السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. النهارده هنعمل مع بعض البروست. انا هنا مستخدمة اجنحة. هتجيبي معانا التتبيلة بتاعتها طماطماية، فلفل شطة، اللي هو الخضرة العادي، مش حراقة. لو حباها تكون حراقة حطي فلفل حراق وبصلة بس. تضربيهم في شوية مية كتيرة في الخلاط. وهيكون معايا الأجنحة زي ما قلت لك. أنا هنا مستخدمة الأجنحة قسمة جناح على 3 جناح. بيكون طرف كده الأول هو ده الطرف الأول، والطرف ده اللي هو التاني، والتالت اللي هو بيبقى الكتف. الطرف الأولاني ده هنقطع خالص، هنستغنى عنه. وانت بتقطع دايما تخلي ايدك كده تقطع كويس ما بين العظميتين بالظبط، عشان تكون معاكي كويسة وما يطلعش منها دم، وتطلع لونها ما فيهش زفارة كده، ولونها نظيف وأبيض. تمام كده. انا كده كترت ميه وحطيت فيها ملح بس. لو حابه تحطي فلفل اسود ما يضرش، بس هنا نحط كميه ملح حلوه تقريبا كده معلقه الاكل هي اللي الكبيره. تمام. نسيبهم بالليل ياخدوا الليله كلها كده في التلاجة يعيشوا مع نفسهم. نصحى كده الصبح بدري معنا شويه مواعين كده مكان العشاء بالليل والفطار. نغسلهم كده بالمر، ما نسيبش حاجه في المطبخ كده، دايما المطبخ نخليه نظيف كده اول باول. المواعين دي الناس كلها كرهاها، مش عارفه ليه والله. يلا بس هي بتهون على الواحد شوية الحر اللي الحر ده كده شوية مية، والشغل المية ده كده حلو في الصيف. ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لما دخلنا المطبخ نصلي على الرسول، ونستعيذ من الشيطان ونسمي الله، عشان الأكل يبقى فيه بركة كده، وانت بتعمل الأكل كده يطلع معاكي جميل وكده ومظبوط. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولو انت اول مرة بتتابعيني، يسعدني ويشرفني طبعا انك تنضم لعائلتنا الكبيرة في اصل الاكل مع خلود، وتكون جزء منها. ولو حابين اي وصفات انا اعملها لكم ان شاء الله، بس تكتبوها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله في اقرب وقت هنعملها لكم. ادي كده البوتاجاز معانا كده. بصي هتقولي ايه الابيض ده؟ انا رشيت عليه شويه ميه وخل كده في البخاخه بتاعه الفلاش كده. كانت فضيت عندي، حطيت فيها ميه وخل وبستخدمها للبوتاجاز. تمام. ادي كده غسلناه كويس غسله تمام. برضو ده ميه وخل. بصي هتشوفي لمعه كده رهيبه في البوتاجاز، خدي بالك انتي. اهم حاجه الحاجات البسيطه دي بتفرق، خلي بالك. نيجي كده على الوصفة بتاعتنا اللي هي الفراخ البروست. هتحتاج ايه معانا؟ هنكتب التوابل اللي هتلاقيني كاتبها لك في الوصف تحت، بس انا هنقول لكم عليها برضو. معلقة توم وبصل بودر كبيرة، كاري، كركم، جنزبيل، فلفل اسود، توابل فراخ، بابريكا، كل ده معلقة كبيرة ما عدا الجنزبيل. تمام. هنا عندي الدقيق ده حوالي كوبايتين ونص، حطيت عليهم معلقتين او 3 معالق دول بقسماط. ليه حطيت بقسماط؟ البقسماط بيخليها بالظبط يا جماعة زي بتاعة المطاعم، حركة بسيطة بتفرق معك. هنا عملنا التوابل خلطناها في بعض. هننزل بالتلتين التوابل فوق الدقيق، ونسيب التلت للرز. تمام. لو انت حابة الطعم اقوى حط التوابل كلها واعملي زيها تاني، بس معلقة صغيرة للرز. ونخلط الدقيق كده في التوابل كويس، اهم حاجة تخلطيه كويس، وترشي شوية ملح عليه. نيجي نعمل الريزو. هنحتاج معانا بصلة حمراء صغيرة، هتبشريها او في الكبة، وشوية زيت او سمنة، وتحركيهم كده كويس. تقلب البصل كويس لحد لما ياخد معانا اللون الاحمر كده الذهبي. هتكوني معاكي على جنب كده معلقتين كاتشب كبار، هتدوبي فيهم التوابل اللي احنا خليناها من التتبيله بتاعه البروست، وهتنزلي بيها كده فوق البصله. تمام. ننزل عليهم بشويه الميه السخنه. انا اول مره اعمل الريزو، بس بصراحه طعمه تحفه تحفه تحفه، جميل جدا. اول ما هتنزلي بالتوابل كده والكاتشب فوق البصله، هتضرب معاكي الريحه كده تحفه، هتجيب اللي على اول الشارع هيقول ايه الريحه الجميله دي فين. بصراحة كده الرز كده النهاردة ده أنا أول مرة تجربتي معاه كده، بس جميل جدا عجبني الصراحة. هنقلب كده الرز كويس. هتظبطي الملح، هتحطي كيس مرقة ده، بس المرقة اختياري، حابة تحطي حطي، مش هتفرق لو ما حطيتهوش. تمام. نظبط الملح،
ونهدي النار كده ونغطي عليه ونسيبه كده يعيش مع نفسه لحد لما يستوي. بس كده نيجي بقى للبروست. هنجيب الفراخ بتاعتنا اللي هي من امبارح بالليل في التلاجة، هنجيب الدقيق اللي احنا تبلناه مع بعض، هننزل كده بالفراخ. في عندنا هنا ايه طريقتين، هنشوف الطريقة الاولانية كده، تنزل بالفراخ كده فوق الدقيق اللي متبل معانا بالتوابل اللي احنا عملناها، زي ما شايفة كده. ويا دوب تقلبيه كده، ما تعمليش اكتر من كده عشان ياخد معاك النعكشة دي بتاعت البروست. هنجيب كيس كده، كيس تلاجة، هتفضي فيه الدقيق للطريقة التانية، ودي اسهل بالنسبة لي انا واسرع، والنتيجتين بس نتيجة الكيس افضل الصراحة. هتجيبي كده الفراخ 3 قطع او 4 قطع، وهتحطيهم كده في الكيس فوق الدقيق. هتمسك الكيس كده من فوق، بصي بالشكل ده، وتقلبي. تمام، هيطلع معاكي مظبوط واحلى من اللي احنا بنعمله بايدك كده. بصي شايفه. لايك وشير وسبسكرايب للقناه يا جماعه، ومتنسوش تدعموني. ونعملهم بسرعه بسرعه كده. تجيبي برضو كل واحده تجيبي كل مره تجيبي 3 4 وحدات، 3 4 قطع، تحطيهم في الكيس في الدقيق، وتمسكي الكيس كده وتهزيه كده كويس، هتاخد معاك الشكل المظبوط. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جرب الطريقة بتاعتي دي ان شاء الله وانت مش هتندمي. طريقة جديدة ومظبوطة وما شفتهاش قبل كده. امشي على الوصفة كده معايا بالمقادير المظبوطة دي، ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. وما تخافيش ان الفراخ كده نية، لا هتطلع معاكي مظبوطة. انت مستخدمة اجنحة، الاجنحة مش بتاخد وقت. لو انت يعني مجربة اكتر من مرة وعارفة ان الفراخ كده مش بتاخد معاكي سوا، وليك الطريقة زي بتاعتي دي كده بتخلي الفراخ كده مظبوطة، ممكن تعملي فرخة كاملة. لكن احنا بنجرب مع بعض كده اول مرة. انا متعودة الصراحة نعمل اكتر، يعني نعمل فراخ كبيرة اللي هي بروست، نعملها الوجبة. بس دي يعني كطريقة للمبتدئين، اللي هي الناس اللي خايفة تجرب ان هي تعمل فراخ بروست. فجربي في الاجنحة، الاجنحة مش بتاخد معاكي وقت كده في السوا. وان شاء الله كده هنعملكم مرة في مرة كده فرخة كده كاملة. هنعمل الوجبة اللي هي بتاعت البروست اللي بنشتريها من بره بمبلغ وقدره، لا هنعملها في البيت بأقل وأحسن وأنظف وأطعم 100 مرة من بتاعت بره. ونرفع الشعر بتاعنا اللي هو مستمر معانا. اعمليها ما تشتريهاش، دايما اعملي حاجة في البيت ما تشتريهاش. نجي بقى هنا برضو عندي مية ساقعة، هتنزلي كده في المية وعلى الزيت على طول. هتقولي لي ليه احنا ما شفناش الحركة دي قبل كده؟ هقولك بصي وركزي معايا يا ست الكل. المية دي بتفرق في اللون، بتفرق ان الطبقة اللي من بره كده بتمسك نفسها كده اكتر، وانتي لما تنزلي بها في الزيت هتطلع معاك الطبقة كده مظبوطة وماسكة نفسها. واللون كده هيبقى معاكي ذهبي كده جميل، مش هيبقى زي كأنك مجير كده معاكي، لا هيطلع معاكي مظبوط بالشعرة. جربي تبصي وهتشوفي الشكل في الاخر، وانتي هتحكم نفسك. بعد ما تشمع من تحت كده نقلبها كل شوية كده، نقلبها من الجنب ده من الجنب ده عشان تاخد السوا من فوق ومن تحت. تمام، شايفين اللون؟ طبعا اللون يتحدث عن نفسه. حركها كده كده، كانت استوت معانا ومظبوطه وتمام ومية مية. بصراحه انا من يوم ما عملت الوصفه دي في البيت واعتمدتها، ما بقيتش نجيب فراخ تاني من بره الصراحه.
نهائي. وانت لو حابه تعمليها زي كده وتحطيها في الفريزر لوقت الاستخدام تعمليها وزي الفل، هتبقى معاكي تمام التمام. بحيث لو انت موظفه كده وما عندكش وقت ممكن كده بالليل تعمليها وتفرزني منها كميه كده في الفريزر في اكياس وتفرزنيها كويس. ولو لما تيجي من الشغل كده يا دوب هتعملي شويه رز كده وتحمريها هيطلع معاكي ان شاء الله. بس كده مظبوط بالشعر. سامع الصوت ده من غير نشا، بس بالك انا ما حطيتش نشا. جرمش كده وكريسبي، وشايفه لونها كده فراخ من بيضه من جوه كده ونظيفه، احسن من بتاعه المطاعم 100 مره. خدي بالك انت بصي، مفيش دم، مفيش زفاره، لونها ابيض وفاتح. حاجه انت ضمناها في البيت، انت عاملاها بايدك، واثقه منها. انت هتاكل اولادك احسن من انه تاكليهم برا فراخ بالشيء الفلاني وانت مش عارفه اصلا هي معموله ازاي وما تعرفيش اصلا دخل فيها ايه. كده كان الشكل النهائي بتاعنا للفراخ. ما تنسيش تدعميني في اخر الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو حابين اي وصفات تكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله في اقرب وقت هنعملها لكم. ودي كده طبقة الاولاد كده رشيت عليه شويه كاتشب كده. ودي طبق الريزو اللي بنجيبه من برا بالشيء الفلاني اهو في البيت يا جماعه، واحسن وانضف واطعم 100 مره من بتاع برا، وانتوا الشكل يحكم. بصي كده فراخ مظبوطه، ما حدش يقول لي محروقه، دي الكاميرا ظلمه الصراحه، بس كانت مظبوطه بالشعر. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا. اهو بقول لكم انا قليها ليا شويه كده او قاعده زي ما هي. اهو خدي بالك، حاجه كده مظبوطه. وفي نهايه الفيديو كده في الايام المفترض دعوه منكم حلوه كده ليا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نكون على عرفات، واللي نفسه يروح عرفات ان شاء الله ربنا يكرمه وينولها له ان شاء الله. ونشوفكم على خير، مع السلامه.